بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اذكروا الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا صباح الفل عليكم على حسب التوقيت اللي انتوا بتشوفوا في الفيديو. دي قناتي، لو اول مره بتشوفوا القناه عندي اتمنى تشتركوا، اتمنى كمان حطوا لي اللايك حبايبي، حطوا لي اللايك كده على الفيديو علشان ان شاء الله اول ما انزل فيديو يبدا يوصل لحضراتكم باذن الله. فاتفعلوا كده شويه بالقناه وحطوا لي اللايك علشان ان شاء الله باذن الله نستمر في القناه. بصوا بقى، مبدئيا كده النهارده هنتكلم عن ايه؟ عن الجو اللي احنا فيه ده. يعني احنا بصوا، احنا عندنا من يومين كده كان الجو كويس، فجأة كده امبارح بقى الجو برد وسقعة وحاجات غريبة بقى وشتا وكلام من ده، يعني الجو اتغير بسرعة. طيب في الوقت ده بقى هنعمل ايه؟ وكمان هقول لكم مشاكل بقى لما النور يقطع هنعمل ايه برضو. لان احنا هنا عندنا النور بيقطع ساعتين كده، والساعتين دول بيقطعهم بالليل، فطبعا بالليل ده بتكون الجو برد، يعني الجو بيبقى برد بالليل كمان عن النهار. طيب احنا هنعمل ايه؟ بصوا بقى، مبدئيا الناس اللي النور بيقطع عندها، انت هتعملي ايه؟ انت تكوني واخده بالك من كل حاجه. بمعنى ايه؟ يعني لو العدد بسيط كده اطفي بس والنور طفى، حاولي بس ان انت تقفلي عليهم المكان عشان ما يخشش تيار هوا على قد ما تقدري. حاجه كمان، لو عندك بوتاجاز صغير في المكان شغليه شويه كده برضو يبدا يدفي يدفي المكان عندهم. انا عن نفسي كنت بعمل ايه؟ عشان كنت بربي في بطاريه، كنت بغطي البطاريه اللي الوقت اللي النور كان بيقطع فيه. بس دلوقتي بقى اساسي النور بيقطع ساعتين في اليوم. فاحنا زي ما قلت لكم كده لازم يكون بقى عندك استعداد ان انت دخول الشتاء كده تكوني مجهزه كل حاجه. طبعا في الصيف احنا ما يهمناش، في الصيف بالعكس، ده احنا في الصيف لازم نعمل عمليه اظلام، فالساعتين اللي كان بيقطع فيهم دول تمام، انما دلوقتي مش هينفع خالص. فلازم زي ما قلت لك كده يكون عندك بوتاجاز كده صغير. انا الصراحه كان مربيه، يعني في وقت من الاوقات كان عندي الفرن اللي كنت بخبز فيه وبعمل فيه الاكل يعني. فكنت بعمل ايه؟ كنت بشغله برضو. طبعا الناس اللي عندها كميه كبيره لازم يكون عندها الدفايات اللي هي بتشتغل بالغاز، فلازم يكون عندك على الاقل برضو الدفايات دي او دفايه، على حسب بقى لو انت عامله مشروع لازم يكون عندك كذا حاجه، فانت لازم تكوني مظبطه كل حاجه. ان شاء الله في الايام اللي جايه برضو هنعمل خلطات كده تدفي الفراخ معانا، وهقول لكم برضو انا كنت بعمل، وان شاء الله باذن الله هنزل برضو فيديوهات شويه افكار كده برضو في الشتاء ازاي برضو نوفر الكهرباء واستهلاك الكهرباء، وهقول لكم ان شاء الله انا كنت بعمل ايه. حابه اقول لكم بس كام نصيحه كده عشان انتي برضو تعدي دوره الشتاء ان شاء الله تكون معاكي زي الفل. تعالوا بقى نتكلم في حلقة النهاردة. حابة اتكلم معاكي بس في كام نصيحة. حابة بس اقولك تاخدي بالك من دورة الشتاء. دورة الشتاء بتختلف خالص عن دورة الصيف. دورة الشتاء مشاكلها تنافسية عكس الصيف مشاكلها معوية. يعني اخطر حاجة ممكن تقابلك في دورة الشتاء ان انت تبصي تقولي لا انا هغطي على فراخي هكتم عليهم، هحاول ان انا ما يخشلهمش تيار هوا والكلام ده كله. خدي بالك انت كده بتعملي اكبر غلط عندك. اولا هيحصل عندك نقص في الاكسجين. هتبصي كده برضو تلاقي لا قدر الله بدأ الفيروسات، لان انتوا عارفين ان الفيروسات بتبدأ تنشط معاكي في فصل الشتاء. حاجة كمان هتبصي تلاقي معاكي كمان نقص المناعة وقعت منك لانك انت كتمتي على الفراخ. حاجة كمان هتبصي تلاقي تنشط معاكي الكوليستيريديا نتيجة نقص الأكسجين. هتبدأ تظهر معاكي الميكوبلازما. نقص الأكسجين هيبدأ يظهر معاكي مشاكل كتير، وكمان هتبدأ تظهر معاكي كوليستيريديا في المكان عندك. الكوليستيريديا دي بقى بتيجي نتيجة الفرشة، الرطوبة في الفرشة، فبتبدأ تظهر معاكي بقى كوكسيديا كوليستيريديا مشاكل كتيرة. وكمان هيبدأ يظهر معاكي سرادة كتيرة في المكان، علشان الناس اللي بتقول ممكن فرخة كبيرة شوية فرخة صغيرة، ده نتيجة ان المكان مش متهوي عندك او نتيجة ان المكان صغير عندك. كمان هيبدأ ينتشر عندك الأمراض والفيروسات في المكان. وبرضو هتبدأ تظهر عندك ريحة أمونيا عالية في المكان، فهتبدأ تظهر بقى معاكي مشاكل كتير. هتلاقي الفرخ بيدمع، الفرخ مش قادر يتنفس، فكل المشاكل دي بسبب التكميم. الناس اللي بتقول المتر في متر بياخد 10 فراخ سواء صيف أو شتاء، ده غلط يا حبايبي، ده أكبر غلط. شايفين أنا المكان عندي متر ونص في متر ونص، المفروض إن هو ياخد 15 فرخة؟ لا، ده لو أخد 10 فرخات هيبقوا يدوبك عليهم. فسواء صيف أو شتاء، في الشتاء لو انتي مثلا متر في متر خليهم 8 خليهم 7، في الصيف خليهم 5، علشان الفرخ يكون واخد راحته ويكون المكان متهوي كويس. وكمان مش هتنضفي كده بقى على طول الفرخ. طيب انا النهارده عملت ايه؟ انا النهارده غيرت العلافه ليهم، كبرتها عشان خاطر لاحظت ان الفراخ عندي مش قادره، مش كلهم بياكلوا، يعني كلهم مش عارفين ياكلوا.
فبالتالي بدأت أكبر العلافة. طيب أنا كده حاسة إن المكان ضيق، هبدأ هعمل إيه؟ استنوني بقى في حلقة بكرة أقول لكم إزاي هوسع المكان ده وهوفر العلافة خالص. فإن شاء الله هخليها في فيديو برضو لوحده علشان الناس تستفاد. أنا المكان اللي عندي ده يعني أنا عايزة الفرخ يفرد أكتر من كده بكتير، يعني أنا قدامي زي 10 أيام ولا حاجة وهبدأ أذبح إن شاء الله الفراخ دي. فبالتالي أنا عايزة الفرخ يجري وياكل ويشرب، مش عايزاه يبقى المكان ضيق عليه. فابدأوا بقى شجعونا كده باللايك علشان ان شاء الله انزل لكم كل جديد. انا كده كده اي حاجه او اي معلومه والله بقدر ان انا افيدكم بيها، فبقول لكم بكل امانه وبكل صراحه على الحاجه اللي انا ببدأ اعرفها دي جديد. وكمان بحاول ان انا اشجعكم ان انتوا ان شاء الله تدخلوا الخير في بيوتكم وتجيبوا ان شاء الله يا رب 5 فرخات، ان شاء الله يا ربي حتى لو 4 فرخات، بس دخلوا الخير في بيوتكم. تعالوا بقى نخش النهارده هنعمل ايه. النهارده حابه اتكلم معاكم عن مضاد السموم. يعني ايه مضاد السموم ده وليه بنحطه في مضاد السموم؟ وهبدأ هوريكم نوعين من مضاد السموم بيطري. بس قبل ما اوريكم الازايز تعالوا الاول هنشوف هنعمل ايه النهارده على الاكل. النهارده باذن الله زي ما قلت لكم كده انا كبرت العلافه اهو. هبدأ كده هحط الايه العلف، وهبدأ كده هحط على العلف ده ايه، ببدأ بقى ان انا ايه كل يوم بزود شوية علف صغيرين. دي الخميرة يا حبايبي، دي الخميرة البيطرية. الخميرة اللي عندي دي خميرة جافة وأحماض أمنية، بقالي كذا فترة بشتغل بيها، كام دورة بشتغل بيها، بس محافظة على الكيس كويس جدا من الرطوبة لأن ممكن يبوظ عندك. فانتي كل ما تاخدي منه لازم تسكيه حلو قوي بمشبك كده، مشبك عادي. تبدأي ان انتي تسكي الكيس ده عشان ما يخشلوش اي تيار هوا. وحبيت برضو احط شوية نشا على الاكل، اعمل توازن على رغم ان الخميرة البيطرية ما فيهاش مش زي الخميرة العادية. فالخميرة البيطرية دي مخصوصا للطيور، هاتيها لجميع طيورك هتفرق معاكي، منشط نمو حلو جدا الفرخ بيكون محتاج. حاجة كمان بقى الكيس ده مليان مجموعة فيتامينات كتيرة من ورا، مكتوب في ظهر الكيس، فيعني كل فترة كده بحب استخدمه. بصوا بقى تعالوا بقى كده اوريكم مضاد السموم اهو. ده اسمه اهوت يا حبايبي. ده بقى اللي عجبني فيه ان هو مضاد سموم بيولوجي، حاجة طبيعية. يعني انا لما بقول للدكتور فضيلي كده حاجة مستوردة، قال لي طب خدي الازازة دي وعلى ضمانتي. فهو الصراحة قال لي دي احسن لك واوفر لك ودي حاجة نظيفة، فانتي لو حابة تجيبي زيها تمام. هو مكتوب كمان عليه اهو مضاد سموم بيولوجي، حاجة طبيعية كده، فحبيت ان انا برضو اجيبه. طيب انا لسه هفتحه معاكم، بس انا حبيت اجيبه عشان برضو الناس اللي برضو عايزة تجيب مضاد سموم، فده حلو لو عرفتي تجيبيه. اهمية مضاد السموم ايه بقى؟ الناس بقى اللي بتشتكي كتير احنا جبنا جرعه للكوكسيديا مفيش فايده، احنا جبنا جرعه للكوليستريديا مفيش فايده، الاسهالات مش راضيه تقف، كلام من ده، يبقى عرفتي سببها ايه. بصوا هنا لازم ترجي الازازه حلو جدا. انا خدت نص غطا كده اهو على رتل الميه، وهبدا هحطه للفراخ كده زي ما انتم شايفين. ايه المشكله ان انا اديهم مره جرعه مضاد سموم؟ ما فيهاش مشكله خالص. بس انا حبيت اوريكم يعني. وكمان انا جايباه لي الحمام اللي عندي، بحب كده كل فتره مثلا احط مضاد سموم. ده كده كان مضاد سموم قديم عندي شويه برضو، كنت جايباه برضو قبل كده، بس حبيت برضو اوريلكم. هو برضو مكتوب عليه اهوت مضاد سموم بيولوجي. وطبعا مضاد السموم ما تحطوش في المكان اللي انت بتربي فيه، لازم تحطيه في حته جيده التهويه، لان ممكن لونه يغير معاكي على طول. فخليه بعيد خالص عن الشمس بقى وعن ايه درجات الحراره العاليه. ده اللي انا جبته اهو لو انت حابه تجيبيه. وده كان فيديو النهارده، اتمنى فيديو النهارده تكونوا استفدتوا. لو طلعتوا حتى مستفيدين استنوا ان شاء الله بقى في سلسله فيديوهات هتكلم معاكم ان شاء الله في الجو اللي احنا فيه ده وايه الخلطات اللي احنا نعملها. لان زي ما قلت لحضراتكم قبل كده في الصيف احنا مش بنعمل خلطات، يعني نعتبر اصلا مش بنعمل خلطات كتيره، انما في الشتاء لازم نبدا نشتغل معاهم بخلطات. هقول لكم احسن الخلطات الفعاله باذن الله في فصل الشتاء. متنسوش حبايب قلبي حطوا لي لايك على الفيديو ودعموا القناه كده وسيبوا لي. اشوفكم على خير، مع السلامه.